السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. النهاردة بقى هعمل معاكم هريسة الفلفل بالثوم. دي طبعا من الوصفات الأساسية اللي لازم تبقى في كل بيت. في الفيديو دوت انا هعملها معاكم خطوة بخطوة، وازاي نعمل الهريسة ونخزنها بشكل صحيح عشان تفضل معانا طول السنة من غير ما تبوظ ولا يجرالها اي حاجة. أول حاجة هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. أنا معايا هنا 2 كيلو من الفلفل. أنا مشكل بين بقى فلفل حار أحمر وأخضر، وفلفل رومي طبعا عشان يحد شوية من الحميان بتاع الفلفل الحار. لو انت بقى حابة الحاجة بقى يعني سبايسي قوي وحامية، ممكن ما تحطيش بقى ايه الفلفل الرومي. وجبت معايا هنا نص كيلو من التوم المتقشر الجاهز. دول نص كيلو توم وهو متقشر كده نص كيلو على الاتنين كيلو فلفل. طبعا الفلفل دلوقتي في السوق كتير ورخيص واسعاره كويسة، فهيعمل معاكي كمية حلوة تقعد معاكي طول السنة من غير ما تتكلفي كتير. اول حاجة بقى هعملها، هجيب بقى الكبة بتاعتي وهبدأ افرم التوم فرم ناعم كده. طبعا دي من الحاجات الأساسية في البيت يا جماعة، اللي لازم تكون موجودة، لأن احنا ما بنستغناش عنها في أكلات كتير أوي في البيت. وفي مخللات كمان وفي كل حاجة. فطبعا احنا ايه لازم هننعم التوم قوي كده اهوت عشان ما يبقاش ايه في قطع كده معانا في الأكل. وهبدأ بقى أفرم الفلفل. طبعا مفرومه بقى كله، الاخضر مع الاحمر مع الرومي كله مع بعضه يبقى ايه خليط واحد. طبعا كمية الفلفل ديت مناسبة جدا لكمية التوم، يعني 2 كيلو فلفل مشكل كده زي ما انتم شايفينه، مع نص كيلو توم متقشر وجاهز. وهنبدأ برضو نفرم الفلفل كويس قوي. طبعا هنطحنه تاني، مش هنسيبه كده قطع كبيرة، هنبدأ نطحنه تاني لحد ما ينعم معانا زي ما انتم شايفين. وده ايه القوام طبعا اللي احنا عايزينه. الوصفة دي بقى يا جماعة بتدي للأكل طعم لذيذ جدا، وبتخلي الأكل بتاعنا بيتحول بصراحة لحاجة تحفة كده. وهتكتشفي ان هي مش بس سهلة وموفرة، لا دي كمان اضمن من الهريسة الجاهزة اللي بتبقى في السوبر ماركت وبتتباع في اي مكان. دي حاجة احنا عاملينها بايدينا كده ونضيفة وكويسة. والخضار بتاعنا اللي احنا حاطينه الفلفل طبعا نضيف، توم نضيف. فاي حاجة بتتعمل في البيت تبقى احسن من الحاجات الجاهزة بره كتير جدا وموفرة جدا جدا. هنا بقى انا طحنت الكمية كلها، وجبت طبعا بقى ايه بولة كبيرة ونزلت بكل المكونات بتاعتنا الثوم والفلفل، وهقلبهم بقى تقليبة كويسة. وهنزل بقى عليها، انا هنزل على الكمية دي كلها بحوالي 3 معالق كده من الملح ومعلقتين من الكمون، وهقلبهم كويس. طبعا دي بتفضل معاكي بقى لكل الاكلات. يعني عايزة تعملي مثلا بتنجان مخلل، بتبدأي بقى تزودي بقى ايه الحاجات اللي انت حابة تزوديها في تخليل البتنجان. بتنفع معاكي برضو في دقة الكشري، برضو بتزودي التوابل بتاعت دقة الكشري. عايزة تعملي مثلا دقة ايه، اللهم صل على النبي تعملي في دقة السمك والتتبيلة بتاعت السمك بتبقى تحفة وجميلة جدا جدا جدا. وبرضو بتحط لها برضو التوابل بتاعت السمك وبتقلبيها، يعني انت بتضيفي لكل أكلة بتعملي بيها اللي انت التوابل اللي انت عايزاها واللي انت حباها. وبتبقى طبعا موجودة في البيت ومعمولة وموفرة معاكي في الوقت،
لو انت بتشتغلي وما فيش وقت بقى تقعدي تقشري توم وتقعدي تفرمي وتطحني وتعملي، فبتبقى جاهزة عندك لأي أكلات. برضو المخللات يا دوب بتعملي المخلل اللي انت عايزاه، اذا كنت هتخللي بتنجان، هتخللي طماطم، حبة مثلا فلفل مقلي، بيبقى عندك الحاجة جاهزة ومعمولة بكل بساطة. برضو بتعمليها في أكلات معينة زي مثلا المسقعة، بدل ما تقعدي تعملي المسقعة توم بتاخدي معلقة من الهريسة ديت. يعني هي داخلة في كل الأكلات المصرية بتاعتنا، الأكلات اللي احنا بنحبها، وموفرة للوقت وموفرة للمجهود وموفرة برضو في الفلوس، لأن هي ما تكلفتش معانا أي حاجة يا جماعة. نص كيلو توم و2 كيلو فلفل. الفلفل دلوقتي الكيلو ب10 جنيه ورخيص جدا. نستغل فترة ان ده الموسم بتاعه ونجيب ونعمل ونخزن وناخد حاجتنا بكل سهولة وبساطة وقت ما الحاجة بتبقى رخيصة. وطبعا اي حاجة بتتعمل وبتتحط في التلاجة بتوفر علينا وقت. وعايزة اقول لكم ان الكمية دي كلها اتعملت من نص كيلو توم و2 كيلو فلفل، وحاجة كده بسم الله ما شاء الله بتودي الأكل اللي معانا في حتة تانية. وإحنا كشعب مصري بقى بنحب الحاجات الحرشة بقى، والحاجات اللي متبلة، والحاجات اللي إيه اللي تخلينا ناكل بقى بمزاج كده وننبسط. وطبعا عايزة أقول لكم إن الكمية اللي إحنا عملناها عملت معانا كمية كبيرة جدا تقعد معانا طول السنة، وما نحتاجش إن إحنا نعمل تاني. وطبعا حاجة بسيطة وسهلة. ولو وصفتي بقى عجبتكم يا ريت لايك وشير، واللي ما اشتركش في قناتي يشترك عشان يجيلكوا كل جديد. واتمنى تكون وصفتي عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.